ظروفك انت الوحيد بعد ربنا اللي اعلم بيها، وحياتك اللي مكركبة بسبب حاجة او شخص ما انت اللي ادرى بيها. فما تنتظرش كده من حد انه يحكم عليك ويحس بيك وهو مش عارف ظروفك اصلا. كتير مننا اتظلم في وقت من الاوقات بسبب معاملة اشخاص لينا من غير سبب، ومن غير ما يعرفوا الأسباب اللي خلتنا في الظروف دي أو إننا نعمل كده. محدش عارف ظروف الناس عاملة إزاي. كتير من الأشخاص العدوانيين تلاقي عندهم هموم مستترة ومستخبية تحت عدوانهم ده، وفي بعض الأحيان بيستخبوا تحت ضحكة مزيفة يخفوا بيها همومهم وعجزهم. كتير في ناس عايشين كويسين وفي مستوى معقول، ولما الدنيا بتقلب عليهم بتصعب عليهم نفسهم، مش بيقدروا يطلبوا مساعدة من حد خالص. خلاصة الموضوع، طول ما انت ما تعرفش ظروف اللي قدامك ما تحكمش عليه بالسوء، واعرف دايما ان ظروفك انت الوحيد بعد ربنا اللي اعلم بيها. فما تنتظرش من حد انه يحكم عليك ويحس بيك وهو مش عارف ظروفك اصلا. التمس لأخيك ألف عذر وعذر، ونرجع ونقول الناس لبعضها وربنا أعلم بعباده.